إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في فيديو جديد عن يوم الجمعة ولمة يوم الجمعة وزيطة يوم الجمعة. يا رب دمها علينا جميعا يا رب. يوم الجمعة يعني عند بيت بابا وماما، يعني بهدلة، يعني زعيق، يعني سويت، يعني طبيخ، يعني كراكيب ليوم الكراكيب. ولادنا في البيت بيبهدلوا الدنيا. طبعا كنا بايتين من يوم الخميس بالليل، وزي ما انتوا شايفين طبعا كل حاجة في كل حتة، مفيش حاجة مترتبة، مفيش حاجة في مكانها الحمد لله يعني. فاحنا قلنا ايه، نروق مكان ولادنا شوية، مكان البهدلة ومكان الكراكيب اللي انتوا شايفينها، اللي يتحط في الغسيل واللي يتطبق ويتحط مكانه. نرتب مكاننا. احلى حاجة في اليوم يا جماعة، بالذات يوم الجمعة، لما نصحى بدري نفتح كده البلكونات والشبابيك ويدخل نور الشمس والهواء، يجدد هوا البيت وجو البيت، بالذات في ايام الحر اللي احنا فيها دي. طبعا بيبقى اهم حاجة، ده حاجة صحية جدا، ان الهواء يبقى متجدد كل شوية. ما نقفلش بيوتنا يا جماعة، حتى لو في تكييف ما نبقاش قاعدين فيه طول الوقت، علشان ده غلط برضو. لو عندنا اطفال لازم اللي يتعرضوا للشمس، مش مباشرة ومش قوية، بس على الاقل يتعرضوا حتى من بعيد، لانها بتنقي البيت جدا، والمفروشات بتنقينا احنا نفسيا. زي ما انتوا شايفين كده، بروق السرير وبنظمه وهفرشه. وده طبعا مكان نقنقة وتسالي بالليل، شوية لب على قراقيش على عصير على مية على معرفش ايه. وهنا يوسف بيساعدني يا جماعة، بيساعدني بالبهدلة، بالصويت والزعيق طبعا. اوعى يا ابني، سيب ايدي يا ابني، حرام عليك يا ابني. مفيش يعني، الحمد لله. ربنا بس يقوينا ويدينا الصبر عليهم بس، ويعني يجعلهم ذرية صالحة يا رب، ويدي كل مشتاق للخلفة، واي حد نفسه في الخلفة ونفسه في اي حاجة ربنا يحققها له ويديها له يا رب، ويكرمنا ويكرمكم جميعا، ويعيننا على موجة الحر دي ويعديها على خير يا رب. واي مريض ربنا يشفيه ويحوش عنه، واي حد عنده كربة او ضيقة او دين ربنا يا رب يحوش عنه يا رب، ويسدد ما عليه ويعيننا جميعا يا رب. هنا طبعا برتب الأوضة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا برتب من هنا، ويوسف بيشوف حاجة يبوظها من هنا يعني. هو بساعد ماما، هو يعني انت عايزة ايه اكتر من كده؟ حرام يعني، كتر خيره بصراحة يعني، طفل بيساعد مامته. هنا الحمد لله الأوضة خلصت، ندخل بقى على الطبيخ وريحة الطبيخ. وأحلى حاجة الأكل من إيد ماما، ربنا يا رب يخليها. الواحد بيستنى اليوم ده بفارغ الصبر، لأن الأكل بيبقى حلاوته في اللمة، مش في اللي يعني مش منين أو بيتعمل ازاي أو بكام أو هو ايه أصلا، لأ بصراحة. وشايفين الهوندا يا جماعة بتاع التوم قديم، مين عنده حاجات قديمة زي وكده؟ الفيديو يكون خلص، اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تشتركوا، تعملوا لايك لو عايزين تشوفوا فيديوهات تاني. مع السلامة.